من المتوقع أن تتجاوز أسعار الوقود عتبة 20 درهم الشهر المقبل. هذا ما توصلنا به من تحليل أجراه خبير سوق الوقود في المغرب الأمين العام للاتحاد الوطني لصناعات النفط والغاز الحسين اليماني. أصبحت زيادات متكررة في أسعار الديزل والبنزين سمة هيكلية تقريبا للسوق المغربي في الأشهر الأخير، لدرجة أن المحللين يتوقعون أن تصل أسعار الوقود وخاصة الديزل إلى 20 درهما للتر في المستقبل القريب جدا. إنه نتيجة للعديد من العوامل الخارجية والداخلية فيما يتعلق بالتغيرات الجيوسياسية والمناخية وفيما يتعلق بالوباء، يشير خبير. ويحذر اليماني كذلك من أن التقديرات اليوم تشير إلى أن العالم يجب أن يستعد لتكلفة طاقة عالية للغاية، خاصة وأن التوقعات تشير إلى استقرار سعر البرميل في السوق الدولية بين 90 و110 دولارات، مؤكدة أن دخول الحظر المفروض على النفط الروسي من طرف الاتحاد الأوروبي حي التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر يشكل عاملا مهما في هذا الوضع.